أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. رواه أبو داود والترمذي. وقال حديث حسن صحيح وصححه الحاكم. وقد أمر الله بدعائه في آيات كثيرة ووعد بالإجابة وأثنى على أنبيائه ورسله فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وأخبر سبحانه أنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وقال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وأمر سبحانه بدعائه والتضرع إليه لا سيما عند الشدائد والكرباء. وأخبر أنه لا يجيب المضطر ولا يكشف الضر إلا هو. فقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وذم الذين يعرضون عن دعائه عند نزول المصائب وحدوث البأساء والضراء. فقال وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وهذا من رحمته وكرمه سبحانه. فهو مع غناه عن خلقه يأمركم بدعائي
لأنهم هم المحتاجون إليه. فقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. وفي الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت